مساء الخير والسعادة عليكم مشاهدينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم هي وهم، ومعكم أميرة عبيد. هبدأ معاكم النهاردة بموضوع أو مشكلة غريبة أنا مش لاقيه لها مسمى، لأن أنا أصلا مش عارفة هي إيه. هل الحالة دي مرض نفسي ولا مرض جلدي ولا مرض روحاني؟ الله أعلم. الحالة اللي معايا النهاردة هي ست أم ل3 أولاد، متجوزة بقالها 15 سنة بمركز بسيون بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ومن 4 سنين بس حالتها اتقلبت رأسا على عقب، ومحدش عارف ايه الأزمة اللي بتمر بيها، نسميها ايه. مدام نعمة ست عادية جدا، بتبقى قاعدة في أمان الله مع ولادها، وفجأة تلاقي جسمها بيتقطع. يعني ايه بيتقطع؟ بيتقطع زي ما يكون في موس بيقطع جسمها بدون سبب. الوضع محدش قادر يستوعبه. اعرضوا كده الصور وانا بتكلم عشان الساده المشاهدين يتخيلوا معايا انا بتكلم عن ايه. اعرضوا الصور يا شباب. طبعا احنا مخبيين الجرح على الشاشه لان ممنوع من العرض. الجروح عميقه جدا، بتحصل بشكل متكرر يوميا بسبب وبدون سبب، يعني بسبب مجهول. الموضوع ده محتاج اكتر من رأي واكتر من شق علشان نشخص الحالة. يا ترى ايه الحالة دي؟ يعني الصور على الطبيعة غير على الشاشة خالص. يمكن الشباب في المونتاج خبوها خالص، ولكن هاتوا الصورة كده بتاعت وشها يا شباب بعد ما الجرح خد وضعه، برضو عامل عليها بلور. طب هات صورة تانية يكون الجرح واضح شوية بعد ما خف. المهم يعني الست دي زي ما بتحكي هي وجوزها بيبقوا قاعدين في امان الله ويلاقوا الدم خارج من هدومها. يعني ايه خارج من هدومها الدم؟ هي بتقول لي كده بالنص وهتسمعوا منها دلوقتي. بتقول لحمي بيقع وباخد لحمي وبروح المستشفى اخيطه زي ما انتوا شايفين كده. الغريبة بقى في الموضوع ان الجرح في الاخر بياخد شكل كلمة الله، بياخد لفظ الجلالة على ايديها وعلى بطنها وعلى رجليها وعلى قورتها زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني مش مجرد جرح عادي، هو بياخد شكل كتابة كلمة الله. اللي بيحصل ده محتاج اكتر من شق علشان نقدر نحلله. الشق الاول استشاري جلدية وتجميل، والشق الثاني امراض عقلية ونفسية، والشق الثالث شيخ او عالم روحاني. ولكن خلونا نسمع القصة من زوج مدام نعمة، ابو عبد الله اللي معانا على الهاتف. اهلا بيك يا ابو عبد الله. اهلا بك يا استاذ امير. حضرتك طبعا سمعت المقدمة اللي انا قلتها، مش عارفة بقى انا حكيت صح ولا في حاجات ناقصة، ولكن خلينا نسمع منك ايه اللي حصل وحصل ازاي وبتتعاملوا مع ده ازاي. والله بتبقى قاعده كده يا استاذ اميره وفجاه كده تبص تلاقي الجرح يفتح لوحده. الجرح ولا جلدها العادي؟ هو جسمها بيفتح 60 70 غرزه ماشي. الكلام ده من 4 سنين؟ الكلام ده بادئ من 4 سنين بالظبط. كشفت عليها فين يا ابو عبد الله؟ لفيت، رحت جامعه المنصوره ورحت جامعه طنطا ورحت دكاتره عندنا هنا في مركز بسيون. مفيش دكتور قال لي ده موجود في الطب عندي.